السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. وحشتوني والله. ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل قرنبيط. بصوا، ايه رايكم؟ قرنبيطايه صغننه اهي، على قد الايد وصغننه وحلوه. قرنبيط طلع، وكل سنه وانتم طيبين، والشتاء وجماله. والقرنبيط بقى والكرنب بقى والمحشي والقلقاس، وبعد كده هنعمل قلقاس وهنعمل محشي. الله ينور يا ماما. وعليك يا حبيبي جدع يا احمد. القرنبيط، قرنبيطه، جبت قرنبيطه هي حلوه ما شاء الله. قولوا ما شاء الله، ما شاء الله. ودي الخضره انا كنت جبتها وخرطتها وخفت تبوظ، رحت حطيتها في كيس وحطيتها في الفريزر. خضره وجميله اهي. بص اهي خضره، مش هتقولوا بقى بص اهي. بص الخضره، في ناس تقول لك لا الخضره بتعجل، لا ما الله ينور يا بتعجلش. ماما. خلاص يا احمد. بصوا الخضره جميله اهي، فلفله. معلش يا احمد. وبيض على قد ما تقدري بقى، عايزه تحطي 3 حطي 4 حطي 5، انت مقدرتك في البيت. انا هحط لها 4 بيضات حلوين. وهعمل طبق سلطه جنبها، والجرجير معانا جرجير ومعانا خيار وفلفل وايه تاني، وطماطم. اهم حاجه الطماطم رخص. طماطم نازله الايام دي، الحقوا وخزنوا عشان احنا حيانا ربنا في رمضان. ودقيق، وهنحط مع الدقيق معلقه نشا معايا، وشطه وكمون، وطبعا التوابل بتاعت الخلطه بتاعتنا الجميله. وبحب احط حبه كركم صغننه كده، كركم عشان يديها لون حلو كده، دهبي كده، وشكلها تبقى جميل. والنشا ما بيخليهاش طريه مرهرطه كده، بتبقى ماسكه القرنبيطه. بيبقى هو كده عامه، الكداب اللي يقول لك القرنبيطه هتقرمش، لا مش هتقرمش. القرنبيطه بتبقى ايه، ماسكه نفسها وحلوه، ما يبقاش طريه كده خالص مرهرطه، لا. بسم الله ما شاء الله، ونقول ما شاء الله. واقطع القرنبيطه وهسلقها ونقلي مع بعض، هنعمل الخلطه برضك مع بعض. ايه رايكم؟ بس اقطع القرنبيطه الاول واسلقها. ايه يا احمد؟ الله ينور. وعليك يا حبيبي. احمد مش هيسيب المطبخ طول ما انا واقفه في المطبخ، ما تمشوش، هرجع لكم تاني ماشي. ماشي يلا. هنا بسلق اهو القرنبيط، وقطعته كده حتت صغيره كده، وسبت دي كبيره كده علشان اقطعها طرنشات كبيره. ما شاء الله. بصوا اهي، بصوا اهي ما شاء الله. ده كده قطعتها حتت كده كده كده. بصوا بتدخن ازاي، قولوا ما شاء الله. وكده بطلعهم بقى كده خلاص. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي وكده احط دول كمان اهو، بتتحط كده، تقلبيها كده. وكده سلقت دول خلاص كده. بسم الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. بصوا ايه رايكم بقى في الجمال؟ ايه رايكم بقى في الدخانه الحلوه دي؟ قولوا ما شاء الله. سخنه والقطه قاعده واقفه تحت، امشي. يلا يلا نعمل الخلطه مع بعض. يلا نعمل الخلطه مع بعض كده. يلا نعمل مع بعض، يلا نعمل مع بعض القرنبيط. شايفين لي كده؟ شايفين؟ نكسر البيض. 4 بيضات اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اهي. قولوا ما شاء الله. كده ال4 بيضات خلاص كده. نحط طبقنا ورا كده، واحط فيها بيضه. ننضف حاجتنا. احط بقى فلفل، كمون، نحط التوابل بتاعتنا. ده فلفل، حاجتنا قوي جوه. وادي الكمون. هضرب بقى كله مع بعض كده. وادي الملح، ودي الشطه. واخدين بالكم؟ حطيت كله مع بعض اهو، ونضرب اهو. بصوا نضربهم او كده. نحطها في الطبق بتاع عشان دوشه، صح؟ المضرب ده انا جايباه من مصر. عجبني عشان بصوا
مدملك كده كله على بعضه. كنت ماشيه في الوكاله وواحد بيبيعهم هناك، قلت اما اشتري اللي انا جايباه ده خفيف وبيتفك من بعضه، بس ده تقيل قوي كده. سامعين صوته؟ ده وصوت. وكده البيض يتضرب مع بعض كده. نحط الخضره، لو الخضره كتير ما تحطهاش. ما فيهاش اي حاجه. بحط حبه الكركم كمان اهو، حبه صغيره عشان يدي لون اصفر كده وشكله جميل كده. بيبقى القرنبيطه كده في المطاعم على فكره بيحطوا الحاجات دي كاري وكركم والكلام ده. كركم، هو مش كاري، كركم، وبيبقى شكله تحفه في المطعم كده. برضك احط الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو على حسب القرنبيطه اللي معاكي. وبحط معلقه نشا، ما عنديش نشا، حبه نشا كده. وبحط ميه. في ناس بتحط لبن، مش شرط يعني. عندك لبن زياده حطي، ما عندكيش لبن خلاص حطي ميه. احنا طول عمرنا على فكره بنعمل القرنبيط بالميه يعني. وكده ادي الخلطه ما فيهاش اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. في ناس كتير ما بتعرفش تعملها، ولو طريت منك بتحط لها حبه دقيق اهي. بصوا شايفينها هي على طريت، فانا هحط لها معلقه دقيق اهي. وخلاص على كده. وكده خلاص يبقى كده القرنبيط بتاعنا استلق والخلطه اتعملت. وهنقلي بقى بالزيت وخلاص على كده وناكل بقى. مين هيتغدى معانا قرنبيط النهارده؟ اللي مالك اهي ما شاء الله. هشيل بقى حاجتي خالص ونقلي مع بعض. واشيل اللي انا بسلقه على البوتاجاز ده. شكلها جميل اهي تحفه. الخلطه بقى حلوه. ولو عايزه بس ايه، لو فضلت حبه خلطه ومش هترميها، لو سلقتي بطاطس وقشرتيها كده وحطيتيها مع الخلطه دي بتبقى شكلها تحفه كده. بقالنا كتير قوي ما كلناش البطاطس اللي هي مع الخلطه. حطي حبه خضره، هحطهم وخلاص. حطي الخضره دي وخلاص. جت عليها عشان تبقى شكلها حلو كده، طعمها حلو. شايفينها؟ كده خلاص التوابل بتاعتها بالحاجه بتاعتها. عرفتوا تعملوا القرنبيط ازاي وتعملوا الخلطه بتاعتها ازاي. ما فيهاش اي حاجه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. وكده الم حاجتي وارجع لكم تاني. ما تنسوش هنرجع واحنا بنقلي القرنبيط مع بعض ماشي. وهخرط القرنبيط، اجيب سكينه ونعمله مع بعض كده. يعني ما تخليش القرنبيطه. طبعا في ناس بقى بتقلي القرنبيط بالمنظر ده، لا، بتشق القرنبيطه كده نصين وتبقى رقيقه كده شويه وتبقى شكلها حلو كده. احنا تاكلي كده بنفس، مش تاكلي اي اكل لا. بصوا فين السكينه؟ اوريكم احنا هنقطع ازاي. بصوا اهي. هنشيل بس حته من فوق كده عشان بص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبقى كده والتانيه بتبقى كده اهي. ما شاء الله ما شاء الله اهي. حلوه. ايه رايكم في الجمال؟ يلا هنقلي مع بعض ونتغدى مع بعض. واللي عايز ياكل قرنبيط يجي بسرعه. يلا اقول لكم ما تنسوش. هرجع لكم اوام ثواني ثواني. حبكم في الله كتير والله العظيم. يلا تشوف. يلا كده هنقلي القرنبيط مع بعض اهو. ما شاء الله. بص اهي. بص الخليط بينزل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بس عشان ما اوسخش ايديا جبتها لكم بالشوكه. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. بص صفي كده خالص. ايوه. ونحمر مع بعض كده ونخلص. وعملنا السلطه ومفيهوش اي حاجه. والعيش الطازه، رحت جبت عيش طازه. ويلا نتغدى مع بعض. قرنبيط طازه وعيش طازه.
اقطع تاني بقى واحمر الطاسه التانيه ويلا بينا ما تنسوش عشان هنتغدى مع بعض. طبعا القرنبيط بيبقى عايز ايه؟ ان انت تعمليه سخن، يعني تاكليه سخن، مش تعمليه وتركنيه، لا لما بيبرد بيبقى مش حلو. احنا بنعمله يعني ايه على قد ما هنتغدى. الحبه اللي نعملهم انا واحمد دلوقتي قاعدين مع بعض، هنعمل طبق واحد كده ونتغدى بيه. عبال ما كان ما يجي نقلي له تيجي نقلي لها. فهو عايز كده، هو القرنبيط كده، مش تعملي لي الانجر قد كده اهو ويقعد لغايه بالليل هيدبل منك كده ويبقى مش حلو. لكن القرنبيط ما بيتاكلش لو هو سخن. يلا بينا ناكل القرنبيط وهو سخن. يلا بينا يلا. بص القرنبيط الجميل اهو، وكده خلصنا القرنبيط بتاعنا اهو. قولوا ما شاء الله. بصوا على عملت طبق محترم اهو. الله ينور يا ماما. وعليك يا حبيبي. وطبق السلطه اهم حاجه، طبق السلطه والجرجير والعيش الجميل الطازه. وكده معانا العيش كمان اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى العيش الطازه. رحت لقيت الفرن رايقه، اول مره اروح الاقي الفرن رايقه خالص.